ولا عمرها هتكون بالطعم ده ولا بالريحه اللي انا شماها الجميله دي. انتوا لما تعملوها هتحكموا عليها وهتعرفوا ان انا بتكلم جد، الكلام مش كده. وعمر الكوبايه اللي انت بتجيبيها من بره ما هتكون شكل دي، ولا هتكون بالحجم ده، ولا هتكون مليانه كده. بصوا الكوبايات مليانه على خيرها. بصوا الزبادي شكلها حتى عامل ازاي. بصوا متماسكه معانا وجميله، وبصوا ولا بتقع ولا بتتكب ولا بيحصل لها حاجه خالص. ده يعرفك ان الزبادي بتاعتك ناجحه ومية مية، انك تقلبي الكوبايه كده الزبادي ما تتكبش معاكي. احنا النهارده هنشوف هنعمل الزبادي ازاي باقل تكلفه، وان شاء الله تكون ناجحه وتكون جميله. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنشوف معانا ايه النهارده علشان نعمل الزبادي. حاجات سهله وبسيطه، هي مكونه من حاجتين. معايا كيلو لبن اهوت مغلي، انا غليته وسبته لما يبرد. يعني ايه، انا عايزاه دافي شويه صغيرين، يعني مش عايزاه سخن قوي ولا عايزاه ساقع قوي، عايزاه دافي كده وحلو. سبته لما يبرد وشلت الوش بتاعه اهو. بصوا معلهوش وش ولا حاجه خالص اهو، وهو دافي كده، مش عايزاه سخن قوي. ومعانا علبه زبادي اهي. هو ده كل اللي هنحتاجه. ومعلقه سكر ناعم، في سكر ناعم ماشي، ما فيش سكر ناعم يبقى احنا هنحط معلقه سكر من التاني ده، بس هنقلبها كويس لحد لما تدوب خالص. هناخد معانا كوبايه الزبادي، هنفتحها، هنشيل الوش بتاعها، مش عايزين الوش بتاعها. زي ما شيلنا وش اللبن هنشيل الوش اللي على الزبادي اهي. هنفضيها بقى معانا في طبق كده او اي حاجه فاضيه. بصوا هنقلبها كويس قوي كده، هنربها كويس قوي كده اهي. زي ما انتم شايفين بقت كريمي خالص كده اهي، ربناها كلها اهي. هنبتدي ان احنا نحطها على اللبن بتاعنا. مش هشتري زبادي تاني لما اجي اعمل الزبادي بتاعتي. انا هسيب خميره من الزبادي اللي انا هعملها ديت اعمل بها تاني. دوبنا كل المكونات اهي، اتاكدنا ان هي كلها دابت اهيت في اللبن بتاعنا. هنجيب معانا ايه شفشق كده فاضي، نفضي فيه اللبن عشان نعرف نصبه في الكوبايات عشان ما يتكبش مننا. بصوا الكوبايات تتحط في صينيه، بس تكون صينيه غويطه شويه. هتجيب الكوبايات اللي انت عايزه تجيبها وتحطها في صينيه تكون غويطه شويه، وتبتدي ان انت تصبي الكوبايات وترصيهم في الصينيه. بسم الله. صبي بقى حسب ما انت عايزه، تملي الكوبايه تخليها ناقصه شويه زي ما انت عايزه. بسم الله. بصوا انا مليت ال5 كوبايات ولسه باقي معايا، لبن. ان ده كان اكتر من الكيلو شويه، يعني كان عندي كيلو كده وشويه وانا حطيتهم كلهم. هنجيب كوبايه تانية نحط فيها.
الله ما شاء الله ملالي شويه كوبايات حلوين، كوبايات مليانه كلها. كده بقى صبينا كل اللبن معانا اهو في الكوبايات عندنا. معانا بقى ميه سخنه، ميه تكون دافيه كده، يعني ما تكونش سخنه قوي، تكون دافيه كده. هنبتدي ان احنا نصبها في الصينيه اللي احنا حاطين فيها الكوبايات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني نحاول نحط اكتر كميه ممكنه من الميه، بحيث ان ايه تجيب جزء كبير من الكوبايات. هنجيب غطا كده نحطه عليها علشان الفوطه ما تتعصم اللبن. وبعد كده هناخد الفوطه بتاعتنا نغطيها بيها كده. ده عشان ايه؟ ده عشان البخار. كمان واحده، انا هنجيب كمان فوطه اهي. غطينا كل الصينيه بالفوطين كده بعد ما حطينا الغطا، علشان البخار ما يطلعش منها. كل البخار اللي يطلع يبقى على الكوبايات يعمل لنا الزبادي بتاعتنا. انا عاملاه دلوقتي الصبح، هنسيبه لاخر النهار وهنيجي نفتح عليه ونشوفه بقى شكله ايه. لو انت عاملاه بالليل سيبيه للصبح، سيبيه للصبح وشوفيه هيبقى شكله ايه. حبايب قلبي يلا نشوف الزبادي بتاعنا عامل ايه بعد ما سيبناه من الصبح لحد بالليل. انا عملته حوالي الساعه 10 الصبح كده، احنا دلوقتي المغرب اهوت. يلا بينا نفتحه مع بعض ونشوفه عمل ايه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا يا حبايبي، بصوا الزبادي، بصوا الزبادي اللي ما طلعتوش لسه، لسه بطلعه معاكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. شوفوا شكل الزبادي، بسم الله ما شاء الله. الزبادي شكله تحفة، الزبادي لونه جميل جميل، وريحته بسم الله ما شاء الله جميلة، وقوامه جميل. يلا نفتح واحدة نشوفها كده عاملة ايه. بصوا 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 القوام بتاع الزبادي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طعمها جميل جدا والله العظيم، طعمها احلى من اللي بتتباع بره، بجد بجد طعمها احلى من اللي بتتباع بره. انتوا هتعملوها وهتجربوها وهتعرفوا ان انا مش بقول كلام وخلاص، وان هي فعلا طعمها اجمل من اللي بتتباع بره 100 مره. وهتعرفوا ان عمايل الحاجه في البيت احسن واطعم والذ. بصوا بصوا عامله ازاي، شكلها تحفه. بصوا بصوا الكوبايه مليانه، انا ماليه الكوبايات على فكره. دولت ادي 2 4 6 7 كوبايات، 7 كوبايات كبيره، مجات من الكبيره. يعني كانوا ممكن يبقوا 10، كانوا ممكن يبقوا 10 لو عبيناهم في حاجات اصغر من كده، ولو احنا ما مليناش الكوبايات كده. بصوا انا ماليه الكوبايه ازاي، الكوبايات كبيره ومليانه على خيرها. بصوا الزبادي حاجه كده من الاخر، حاجه كده جميله، حاجه كده. احنا بقى هناكل منها وهنحوش مثلا كوبايه زي ديت كده، هناكل ال6 وهنحوش واحده في التلاجة، فليكن واحده زي دي مثلا هنركنها كده في التلاجة. لما نخلص الزبادي اللي عندنا ديت نيجي واخدين ديت عاملين بيها، دي تبقى عندنا خميره في التلاجة نعمل بيها. يبقى احنا خدنا كميه اهيت اللي هي 6 كوبايات ناكل منهم، والكوبايه ال7 ديت شلناها في التلاجة. لما نخلص الزبادي اللي عندنا نيجي غاليين اللبن
ونيجي عاملين بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بها النهارده، نيجي عاملين بيها الزبادي بتاعتنا. يبقى احنا خلاص مش هنشتري كده تاني من بره. اما نعمل تاني نعمل نفس الكلام، هناخد الكميه اللي احنا هناخدها هناكل منها، وهنشيل واحده تبقى خميره عندنا في التلاجة على طول. كل ما نعمل شويه نشيل منهم كوبايه، بحيث ان احنا ما نشتريش من بره تاني، يبقى من عندنا. زبادي جميله، ريحتها جميله، طعمها جميل، نضيفه، حاجه عاملينها في البيت. كل سنه وانتم طيبين، رمضان جاي علينا وهنعوزها دايما ومش هنستغنى عنها في البيت. يا رب الفيديو يكون النهارده عجبكم. لو الفيديو عجبكم النهارده ما تنسوش تحطوا اللايك، واللي بيشوف القناه اول مره ما ينساش يشترك فيها، واستنوني في فيديو جديد واستفيد مع بوسي.